السلام عليكم شيرات، اهلين، ان شاء الله تكونوا لاباس غايه وصحتكم مليحه وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم راح ندير معكم وصفه عجينه البيتزا اللي ما نستغناش عليها ونخدم بيها كل شيء، وتجي واحد العجينه ما نحكي لكمش. المهم كما راكم تشوفوا درت 2 كيسان تاع حليب دافي، زدت عليه مورف سكر ومورف تاع خماره تاع الخبز، خميره فوريه، ونزيد عليها واحد ياغورت طبيعي، ونزيد ربع كاس تاع الزيت ونص مغرف تاع بيكربونات. اذا ما عندكش بيكربونات تنجمي ديريها بخميره الكاطو تاع لا ليفر شيميك. ونبدا نخلط ونفرغ في الفرينه. الشيرات الياغورت ناتور الدور تاعه يطري العجينه وتجي كلاسيكي، وتجي تتحكمي فيها كيما تبغي. وهنايا نبدا نفرغ في الفرينه، ما غاديش نفرغها كاع، نبدا غير بصباعي نلم فيها ونزيد الملح في التالي. انا الملح دائما نديره في التالي، ونقعد نخبط غير بصباعي هكا، ندخل في الهواء كيما نخبطوا السفنج، ونبدا نزيد في الفرينه ونلم فيها. المهم الشيرات العجينه هذه ما تنشفوهاش بزاف، تجي تتلاصق في اليد. هنا غادي نلمها وروح لو بلان تاعي نعجنها واحد الدقيقه ولا 2 دقائق، هذا ما كان ما تعييك ما والو، سهله في الخدمه. المهم كما قلت لكم ما تنشفوهاش. وهنا بعد ما عجنتها راح نديرها في ريسيبيون ونخليها تخمر بجهه. صوص طوماط انا ديجاني خادمتها وراني مخرجتها من الفريغو. ندير طوماطيس، ندير شويه زعتره، ثوم، شويه فلفل اسود، شويه سكر، شويه طوماطيس كونسونطري، ونطيبهم كاع ونميكسيهم وندسهم باش تجيني الخدمه تاعهم سهله. وهنا العجينه بعد ما خمرت لي، شوفوا ما شاء الله كي يخرجوا لك هاد البليقات تعرفي بلي العجينه تاعك راهي ناجحه. العجينه هذه انا نستعملها كاع المملحات تاعي، سوفلي، عجينه تاع الطاكوس، لي زامبورغر، كلشي نخدمها بها. العجينه تساعدني، شوفي تلعبي بها كيما تبغي. وهنا بعد ما قسمتهم كيما راكم تشوفوا راح ندير الصلصه الزوجه اللي هي صوص بلانش. درت معاها كريم فريش، ونزيد فرماج اي نوعيه عندك، وندير عليهم شويه فلفل اسود. الملح ما نديرش، ديجا الفرامج راهم مالحين، ونميكسيهم ونخليهم جهه. ونبدا نحل في العجينه. انا درت مزيج بين السميد رطب وشويه فرينه، تنجمي ديري غير الفرينه. ونبدا نحل غير بصباعي كيما قلت لك، العجينه ساهله وتنجمي تلعبي بها كيما تبغي، كاع ما تغبنكش في الخدمه تاعك، ولا حليها بالوراق كيما تبغي. وهنا راح ندير بيتزا، راح ندير نعمر لي بوردور. درت بين مزيج بين فرماج وصوص بلانش، ونعمر هذوك لي بوردور كيما راكي تشوفي، ونبدا نبلع عليهم. ولا الفور تاعك دائما كي تبغي تخدمي البيتزا تاعك قبل ما تخدميها شعليه وخليه يشعل بخاطره باش البيتزا تاعك تنجح لك وتجيك شابه. المهم هنا راح ندير واحده بصوص بلانش فرغت. وانا لي بوردور نسيت باش نخدمهم، هذا وين تفكرتهم حسيت فرغت لاصوص. المهم هنايا انا غير هكا بشكل عشوائي درت بالمقص، وانتي تتحكمي فيها. وهنايا درت فيونداشي، اي نوعيه تاع فرامج عندك ديري فيونداشي وكتروا لها التفرميج. هنا كل ما كترتوا لها التفرميج تجي مفرمجه، ما كاينش اللي ما يبغيش بيتزا مفرمجه. هذه هي. المهم انا اللي خدمتهم لي بوردور راح ندهنهم صفار تاع بيضه في لي كوتي، والاخرين اللي ما ديرهمش لي بوردور ما ديريش عادي. هنايا راح نكمل هذه ندخلها طيب، ونخدم الاخرين تاع لاصوص غوج، ونخدم الاخرين بلا صوص طوماط. هنا كاين اللي يبغيها بلا صوص بلانش، وكاين اللي يبغيها بلا صوص طوماط. هنا العائله تاعك انتي شنو تبغي، وندخلهم يطيبوا. بعد ما يطيبوا لي راح تشوفوا النتيجه. وهنا صورتها لكم في الفور، شوفوا لي الشيرات تجي ما شاء الله، تجي بيتزا وعليها الكلام. انا اللي بازيت عليها العجينه تاعك كل ما تكون ناجحه يكون المملحات تاعك ناجحين. وتخدمي حاجه نقيه في دارك. انا ما راحش نقول لك احسن تاع المحلات، بصح نقول لك نقيه على تاع المحلات، هذه اللي نقولها لك. هنا خويا هي قطع فيها ما خلونيش نصور، راني بالسيف نصور ونوريكم القوام تاعها، تجي ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها. نتلاقوا ان شاء الله في وصفه جديده، وما تنسونيش بلي جيم.